عارف ليه زبون بيطلع عينك في الفصال على ريال وزبون تاني بيدفع الالاف وهو مبسوط؟ الموضوع ملوش علاقة بجودة بضاعتك، الموضوع كله في لعبة سيكولوجية بتحصل جوه دماغ العميل. في جامعة ستانفورد جابوا ناس وشربوهم نفس المشروب بالظبط، بس ضحكوا عليهم وقالوا لهم ان في واحد رخيص والتاني غالي. تخيل ايه اللي حصل؟ اجهزة الاشعة كشفت ان دماغهم استمتعت بالمشروب الغالي اكتر بكتير. يعني العقل صدق السعر قبل ما يدوق الطعم. هنا في السعودية العميل ذكي جدا، لما بتحرق سعرك بزيادة انت بتبعت اشارة لعقله بتقول له انا بضاعتي تعبانة. الاسترخاص بيموت هيبة البراند بتاعك في ثانية وبيهرب الزبون الكاش. الخلاصة، البيع مش جري ورا الزبون، البيع هيبة وقيمة. اللي بيدور على الرخيص هيتعبك ويضيع وقتك، لكن اللي بيقدر القيمة هو اللي هيعمل لك امبراطورية. انت بقى بتسعر بضاعتك بناء على خوفك من المنافس ولا بناء على ثقتك في قيمتك؟ قول لي في الكومنتات. وفي النهاية ما تنساش تباني وخليك قناص.